اكثر اللي يتواصلون وياك يعني شباب لو بنات من المشاهير؟ بنات. نعم، من اعلاميات، من شاعرات، من بلوجرات اغلبهن. عداوات شخصيه تصير بيناتهن. زين. او تقعد تاكل وتشرب وياها، تنصب لها فد كمين، سهره خاصه نقدر نقول، تصورها بدون علمها، دز لي اياها، هذا مستمسك خلي يمك، راح اطلب منها فلان شيء. يعني بلوجر نقدر نقول، وصارت اعلاميه بالفتره الاخيره. فدخلت حكيت وياها، قالت لي بالعكس انا اريدك تنشرن حتى يصعد سوقي اكثر. اوف. اي والله. زين، يعني خلينا نقول انه صور او فيديوهات فاضحه طبعا. وقالت لك انشرهن. اي. سوت لي ما سوت لي انشرها. عرفتني على بنية شوية ضخمة طويلة اسمها عسل القيسي، على أساس إعلامية، وعبالي ممكن تشوف لي شغلة وتساعدني. طبعا عسل قامت تلتقي بينا وبدت تاخذنا طبات طلعات صارت بيناتنا، وشوية شوية عودتنا على الشرب، والشرب طبعا جر كريستال. قامت عسل كل يوم تاخذني يم ناس وقعدات، اللي منهم ضباط معرف بالداخلية لو بالأمن، مرات موظفين بالمحاكم، وطبعا عندها شلة محامين كلهم نغولة قواويد في الساد وشاذين. النوب طلعت عندها مجموعة بنات هي ودينا وكم وحدة ثانية وياهم، يشتغلن يوقعن ضباط وشخصيات بالدولة، وطلعت تسوي وياهم صفقات، يعني بين قوسين تقط بيهم دفاتر، واحنا البنات اللي تاخذنا تقود علينا وياهم.